وبحسسه ان هو دايما مهم، وان انا ممكن ابعت ايه الاخبار على الجروب، ممكن ابعت له بعدين برايفت، او ابعت لكل واحد برايفت. انا حسسته ان هو خصيصا عليه السبوت لايت ان انت ايه الاخبار، وحسستهم على الجروب ان ايه الاخبار بشكل عام. انا مش فاهم انتوا موديني فين. انا عاوز ابقى مدير قواعد بيانات. ايه اللي انت بتديهوني ده؟ انت بتديني هاردوير، تديني شبكات، تديني سيكيورتي. هو ماشي، ممكن حد يقول هو ايه علاقه ده بالداتابيز، ايه علاقه ده بالجي بي اي؟ لا، هو ليه علاقه. انا لو انا مش عارف حاجه خالص وببني من الصفر ونطيت مره واحده، يعني ما ينفعش ان انا اكون طالع الدور الثالث اقول يلا انا هسكيب الثاني وبعدين لازم تعدي على التاني الاول. بالظبط الاول كده. طبعا. بالظبط، صح. يعني احنا انت مش ضفدع. بالظبط صح كده. ترتيب الخطوات وانك تقضي المده اللازمه في كل خطوه من دول يخليك لما توصل بقى للحته الممتعه الاس كيو ال تستمتع فعلا. اهلا يا منتصر، ده كان ده صح. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كله اخبار تمام؟ حضرتك؟ الحمد لله تمام. طيب انت عارف ان البودكاست بتاعنا هو حد شاطر، احنا بنستضيف ناس شاطره في مجالاتها، سواء كانوا خبره سنوات كتيره او حتى لسه بادئين المجال بتاعهم قريب، او حتى طلبه بيدرسوا. الشطاره مش مرتبطه بمرحله، الشاطر بيتعرف من هو صغير، وبيتعرف وهو بيبدا الكارير بتاعه، وبيتعرف بعد ما بيكبر ويبقى محترف. انت بقى شاطر في ايه؟ انا شاطر في داتابيز ادمنستريتور او مدير قاعده بيانات، وكمان شاطر ان انا اكون انستراكتور للاوراكل داتابيز ادمنستريتور او اداره قاعده بيانات. طيب اشرح لي ايه الشطاره في الموضوع. يعني انت قلت ان انت شاطر في التدريب اداره قواعد البيانات، وشاطر في الاداره نفسها. فهمني، انت شغال تكنيكال بايدك ولا شغال مدرب؟ انا حاليا او التركيز الحالي هو ان انا اكون مدرب، هو ده الاوفر الموجود دلوقتي، فانا مركز عليه. لكن انا بالفعل عندي يعني وقت من الاوقات كنت شغال كداتابيز ادمنستريتور وبعمل فعلا تاسكات، فكنت يعني موجود في المجالين بمعنى اصح. لكن حاليا زي ما قلت اللي مركز عليه ان انا اكون انستراكتور. دي الفرصه زي ما انت قلت المتاحه دلوقتي. مظبوط. طيب فهمني بقى ايه الشطاره طالما انت حاليا شغال از انستراكتور، شغال مدرب، ايه الشطاره في الموضوع؟ يعني ما المدربين كتير، ليه اقدر اقول ان منتصر حد شاطر؟ طيب ليه نقدر نقول ده؟ لان التدريب هو مش طريقه او طريقتين او ثلاثه، هو اكتر من طريقه، والاكتر من طريقه دي بيكون محتاج واحد جرب الطرق، جرب اكتر من طريقه، عارف ايه المميزات بتاع كل طريقه وخاضها بنفسه. هو الفرق هنا ان انا في ناس كتير ممكن تكون درست ازاي تشرح، ازاي تعلم، لكن ما يكونش خاض الموضوع بنفسه وعارف ايه فعلا اللي بيأثر على اللي موجود قدامه. فلما خضت التجربة وخضت تجربة الشرح الكلاسيكي والشرح بطريقة يعني نقدر نقول الطريقة الشاطرة، كان شتان الفرق ما بين الاتنين في الإنتاج وفي الفهم وفي التركيز كمان على مدى استيعابي للمعلومة. فالطريقة المستحدثة وهي طريقة إن أنا مش مجرد أو علاقتي بالطالب هي مجرد زوم ميتنج الساعة 2 يوم الاثنين مثلا، أو زوم ميتنج يوم الخميس الساعة 4. لأ، أنا علاقتي بالطالب بتبدأ من أول وقت هو هيدخل فيه معايا الكورس، وهنبدأ إن احنا نشرح. بنبني عنده الأول إن الكورس سهل وإن الدنيا هتكون بسيطة، حتى لو هو هيكون محتاج وقت، بس لازم نفهمه إن الموضوع فيه ود ما بين المتدرب والطالب، في علاقه كده، انت اخويا مثلا. بالظبط كده. تمام. حتى هنلاقي ان ده هيتبني قدام، ان هو لو واجه لا قدر الله مشكله، واجه حاجه صعبه، مش هيقول انا خايف اسال، انا مش عارف هقول لي، انا ما اتكلمتش معاه. لا بالعكس، هنلاقي ان هو من قبل ما يواجه مشكله ممكن يخش اصلا يقول هو انا لو حصل لي كذا كذا موقف اعمل ايه. ان هو بيبني عنده شخصيه الاخوه زي ما حضرتك قلت. تمام. فالخطوه دي اهم حاجه بالنسبه لي في الطريقه الحديثه. وكمان ان انا مش بكون مع الطالب مجرد ان هو تمام انا شرحت له الساعتين حسسته بيها في الاخوه تمام، بس خلاص انا لحد السيشن جاي ما اعرفش عنه حاجه. لا بالعكس، احنا نخلص السيشن دي اشوف على الواتس بالجمله الشهيره اللي اتعلمتها من حضرتك ايه الاخبار. تمام. اعرف عنه اكتر، اعرف ايه اللي هو دلوقتي بيعمله. ممكن هو يكون واقف في حاجه، ممكن هو يكون محتاج تشجيع، محتاج مني بس ان انا اقول له لا انت ماشي صح، لا اعمل كذا، جربه النهارده عشان نجرب حاجه تانية بكره. ممكن في خلال السيشن انا شرحت له مثلا كم معلوماتي 20%، وبالمتابعه بعديها لحد السيشن الجايه اوصله 40 50%، اوصله 60% من الحاجات. مش شرط كل المحتوى يكون مركز في وقت السيشن بس. جميل. انت كده اتكلمت عن الشطاره في التدريب، مظبوط، وذكرت الجزء المميز في الطريقه اللي انت حبيتها وشايف انها بتجيب نتيجه مع المتدرب.
طيب انت قلت الطريقه الكلاسيكيه او الطريقه المعتاده، فهمني الاول او كلمني ايه هي الطريقه المعتاده او هي الطريقه اللي انت حاسس انها مش احسن حاجه، مش بتجيب احسن اه نتيجه. هي طبعا عشان بس نوضح، هي ممكن تكون بتجيب نتيجة مع ناس وده طبيعي، مش كل يعني كل واحد وليه طريقته. بس الطريقة الكلاسيكية ان هو عبارة عن ان انا عندي كورس 3 4 يومين ايا كان هو مدته قد ايه في الاسبوع لوقت محدد. والله انا بخش المحاضرة، انا عارف ان انا مثلا هاخد الجزء ده، فخلاص انا هشرحها وهدي التاسك، هوفي قوي الساعتين دولت بكل حاجة انا عايزها. هضغط المتدرب وانا هضغط نفسي ان انا اكيد هسكيب حاجه. يعني انا مستحيل مثلا كورس 6 شهور مثلا كداتابيز ادمنستريتور اشرح 6 شهور 4 ايام في الاسبوع بس ساعتين، مستحيل هيكون بنفس الانتاجيه. انا مش هقدر ادي كل ده، فهضطر ان انا اضغط وهسقط. الانتاجيه ايه التانيه بقى؟ كلمني قارن طالما دخلت في امم الارقام. الطريقه الكلاسيكيه بتتكلم عن ساعتين تقريبا او 4 ساعات اسبوعيا على مرتين. مثلا الطريقه اللي انت بقى بتقول انها الافضل عباره عن ايه بقى؟ اديني ارقام برضه. عباره عن ان أنا دلوقتي انا هدخل مثلا السيشن بتاعتي ماشي هتكون ساعتين نفس الزمن، بس بعد الساعتين دول ايه اللي هيحصل؟ في الطريقه الكلاسيكيه اللي هيحصل خلاص ديت تاسك ممكن حد يعملها في يوم، حد يعملها في يومين، حد مع يعملها في نفسه. 4 مع كل نفسه. كل متدرب من اللي انت بتديهم وشطارته. بالظبط كده. هو بقى لو فيهم حد حريص هيروح يذاكر مع نفسه وممكن يرجع لك او ما يرجعلكش. مظبوط. لكن الطريقه اللي انت بتتكلم عنها، انت و- انت بتتابع المجموعه كلها وبتجبرهم بطريقه ما ان هم يبقوا شطار. انت بالظبط. بتتابعهم. السيشن مثلا سبت واربع مثلا، خدوا الحصه يوم السبت او السيشن يوم السبت، ال3 ايام دول ايه الاخبار؟ بالظبط عملتم كده. ايه؟ صح بالظبط كده؟ كده. تمام. كمان يعني حتى مش هنقول كمان فرق الانتاجيه، فرق كل حاجه، فرق حتى الراحه النفسيه للكورس. انا ممكن انا داخل حابب التراك، بس بسبب ان المتدرب بعيد عني ابدا ان انا حاسس ان انا مشتت، لان هو او في الفتره اللي انا كنت بتعلم فيها هو كان المتدرب هو املي الوحيد في الفتره دي. انا داخل هنا لان انا عارف ان الشخص ده هو شاطر هنا، فانا لو ما لقيت الشخص الشاطر مش متاح ليا هبدا ان انا اقول ده المجال مم. صعب مفيش حد، فهبدا ان انا ابعد عن المجال، ابعد. لكن الطريقه المستحدثه او اللي انا مايل ليها اكتر، بالعكس انا شايف ان الشخص اللي بيشرح لي دايما موجود، انا قادر اوصل له، قادر لو لقيت اي معلومه صعبه قادر ان انا اساله، قادر ان انا ابني ما بيني وما انت بينه عارف على لغه. الاقل المتدرب بينكسف كده وبيحس على دمه ان ازاي المدرب بيسالني ايه الاخبار ويتابع معايا، وانا هقول له مثلا ايه معلش امبارح ما ذاكرتش، اه والله مش فاضي النهارده مصدع شويه. طب ايه يعني؟ انا راجل او انا كشخص مدرب بتابع معاك ومهتم بيك واهتمام فردي. انت بتتكلم عن اهتمام، انت مش بتبعت على الجروب اللي فيه 100 واحد، بتبعت ليه هو برايفت ايه الاخبار. صح كده؟ دي بتديله احساس ان انت مهم قوي عندي، انت لوحدك مهم عندي قوي. انا مش بتكلم ايه الاخبار واللي يرد يرد، لا انت مهم عندي. فعدم ردك معناه ان انت مش مهتم، وردك معناه ان انت لا حريص وان انت مقدر ده. وبالتالي بيني وبينك علاقه، بين المدرب وبين المدرب علاقه بتخلي الشطاره اللي عندي كمدرب توصل له. انا عاوز اوصل لك احسن ما عندي، عاوز اوصل لك مظبوط. كل ما عندي. مظبوط. تمام جدا. كمان خصوصا ان الفكره دي هي ممكن تحول حد من داخل تراك يجرب ده اسلوب حياته، ان هو كان داخل التراك انا مش عارف هعرف ولا لا، انا خايف، انا قلقان. بالعكس انا ممكن بعد الطريقه المميزه الخاصه بان انا ببني ما بيني وما بينه ثقه، وبحسسه ان هو دايما مهم، وان انا ممكن ابعت ايه الاخبار على الجروب، ممكن ابعت له بعدين برايفت او ابعت لكل واحد برايفت. مم. انا حسسته ان هو خصيصا عليه السبوت لايت ان انت ايه الاخبار، وحسستهم على الجروب ان ايه الاخبار بشكل عام. فهو ممكن صح. يقول انا اتميزت، انا دخل لي برايفت وسالني. دي بتفرق جدا جوه نفسيه المدرب، ان هو جميله. خلاص اتبنى عنده الفكره. دي مهارة أنا أحييك عليها جدا، إن أنت اتكلمت بوجه عام مع الناس كلها. فحتى بتخليهم لو واحد أو اتنين أو 10 تفاعلوا، الباقيين لازم يتفاعلوا على العام. واللي بالظبط. اتبعت له خاص لازم، لا ده أنت لازم أرد بقى. يعني مهما كانت الظروف اللي هيكون عندي اتكسف يعني لازم أرد بالظبط بقى. الراجل أو المدرب جاي لي مخصوص. برافو عليك. طيب إيه تاني يعني شايفه شطارة؟ أنت كده اتكلمت عن، نقدر نقول، أهم سوفت سكيل في الموضوع اللي بتنجح الموضوع. انك فعلا حريص انك تبني علاقه مع مدرب عشان يفضل يذاكر اول باول. خلاص دي السوفت سكيل المميزه للطريقه اللي انت بتتكلم عنها. طيب منتصر شاطر في ايه تاني؟ في حته الداتابيز ادمنستريشن بتدربها ازاي؟ يعني هل عندك ترتيب معين للماده العلميه؟ مم. ولا انت واخد الطريقه المنهج الموجود على الانترنت المتاح على الانترنت؟
والله المنهج الموجود على الانترنت هو مش موجود لحد زيرو، مش موجود لحد ما يعرفش حاجة خالص، هو موجود لحد يفهم. هنبدأ نرسهم مثلا بالترتيب، يكون فاهم اوبريتنج سيستم، فاهم قبل الاوبريتنج سيستم كمان يكون فاهم اصلا ايه الكمبيوتر، بيتعامل ازاي مع الاوامر، بيفهمها ازاي. هو ماشي، ممكن حد يقول هو ايه علاقة ده بالداتابيز، ايه علاقة ده بالدي بي اي؟ لا، هو ليه علاقة. انا لو انا مش عارف حاجة خالص وببني من الصفر ونطيت مره واحده، يعني ما ينفعش ان انا اكون طالع الدور الثالث اقول يلا انا هسكيب التاني وبعدين. لازم تعدي على التاني الاول، بالظبط والاول كده، طبعا. بالظبط، صح. يعني انت احنا مش ضفدع. بالظبط صح كده. كده. اه. اه. فهي دي الفكره، ان لا، في ستيبس لازم ناخدها. اول امم. حاجه نبدا من الاول خالص، الاي تي اف، جمله بسيطه جدا بيفهم فيها ايه الكمبيوتر، بيتعامل ازاي الاي مع تي اف اللي هو الانفورميشن تكنولوجي فاندامنتال، اللي هو مظبوط، اساسيات تكنولوجيا المعلومات. مظبوط. احنا بنبدأ بيزكس خالص. ايه هو الكمبيوتر؟ الكمبيوتر ده فيه معالج وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، بيتعاملوا مع بعض بلغة الزيرو واحد، اساسيات. تمام. بعديها بننتقل لجزء ان هو هيبدأ يفهم بقى، خلاص انا فهمت الاساسيات بتاع الكمبيوتر، يفهم شوية ادفانسد عنه، آه، يفهم اكتر هو بيشتغل ازاي. بعديها بنبدأ نتكلم بقى في النتورك. اللي هي الهاردوير طبعا، انت تقصد الهاردوير. كل ده مظبوط. هاردوير وشويه اوبريتنج سيستم، يعني صح. بيزكس قوي اوبريتنج سيستم، عشان هو برضه هيحتاجه قدام، ان احنا هنقولها كمان شويه. اه، انت بتقول اوبريتنج سيستم، طبعا انا فاهم ان هي مش مجرد يبقى يوزر عادي. يعني انت عاوز تنقله مرحله انه يبقى عارف تفاصيل، مظبوط، يدخل على الكنترول بانل مثلا، يفتح مظبوط، بعض الاوامر اللي بتديله رؤيه للاوبريتنج سيستم، غير اليوزر العادي اللي هو بيخش اكيد. يعمل كليك يمين وكليك شمال. كليك صح شمال كده. بالظبط. حاجات زياده شويه. مظبوط، لان صح. خلينا برضو نقول ان الواحد يخرج كجونيور دلوقتي، جونيور بيزك قوي، هو مهما عمل مش هيشتغل. يعني ده امر مفروغ منه، ان انت صح. محتاج تكون عندك حته زياده. اه. الحته دي ممكن تيجي في ان انت عارف ميزه في الاوبريتنج سيستم، عارف تعمل حاجه زياده عن واحد قاعد جنبك بيعمل انترفيو هو ما يعرفش الحته دي. الحته دي ممكن تكون سبب ان انت تتوفق. انت تتوفق وتتميز عن زمايلك في الانترفيو. بالظبط. مظبوط. فلا احنا يعني زي ما قلت، بعد الجزء الثاني ان احنا نخش شويه بيزكس، نبدا بقى نتكلم عن النتورك، عشان يفهم بقى اساسيات اللان والوان، وازاي النتورك بتشتغل، وازاي الاجهزه بتشوف بعض، وايه طرق الاتصال. بعديها طبعا هنحتاج ان احنا نتكلم على السكيورتي، عشان يفهم ان الجهاز ما ينفعش ان هو يشتغل كده من غير ما يتامن، او ممكن يخترق. مم. كل ده بيبني عنده مايند سيت لداتابيز ادمنستريتور واعي. انت حتى الان ما جبتش سيره الداتا بالظبط، اصلا، احنا لسه. وبتتكلم عن مده زمنيه، يعني شهر شهرين ثلاثه اللي بتتكلم مظبوط، عنه ده. طبيعي انا كمتدرب وعاوز اخد داتابيز ادمنستريتور، لما اخد اللي انت قلت عليه ده انا مش فاهم انت موديني فين. انا عاوز ابقى مدير قواعد بيانات. ايه اللي انت بتديهوني ده؟ انت بتديني هاردوير، تديني شبكات، تديني سيكيورتي، فين الداتا؟ بالظبط، صح كده. بالظبط. كمل. دي النقطة اللي بعرف منها اللي قدامي ده هيعرف يبقى داتابيز ادمنستريتور شاطر ولا لا. هي دي اللي هتقول، رغم ان مفيش داتا في الموضوع حتى رغم ان الان. مفيش داتا. اه. هو انت قادر تصبر عشان تبقى كويس، ولا انت مجرد عايز تخش تاخد الكورس كأنك داخل عارف ان في كتاب في الرف التاني هتروح تجيبه وتمشي، ولا انت ناوي ان انت تشوف الكتاب ده مثلا ليه حاجة قبل كده فشوفه واعرفه. ليه اجزاء مثلا. عندك صبر تتعلم ولا لا؟ اه. جزء الصبر ده مهم جدا في الداتابيز ادمنستريتور. انا عشان اوصل للجزء ان انا اكون شاطر، محتاج ان انا اكون قادر يكون عندي صبر وقدره على ان انا اتعلم. واحنا زي ما قلنا هو ده بيزكس، بس هو طبعا مش هيكون فاهم كده في الاول، هيقول انا داخل ان انا داتابيز ادمنستريتور، ايه اللي دخلني في السكيورتي؟ صح. طب انت قدام لما تكون دي بي ايه، هل انت تعرف ان انت من وظايفك ان انت تامن الداتابيز؟ مثلا. طب انت صح. هتامنها ازاي وانت اصلا ما تعرفش يعني ايه يعني ايه هجمه؟ امان اصلا؟ يعني ايه هجمه؟ بالظبط، يعني ايه ريسك؟ يعني ايه هاكر وبيهاك ايه اصلا؟ مظبوط، ويعني ايه بورت مفتوح او مقفول؟ صح كده. يعني ايه فاير وول؟ مظبوط. لما انا اكون مش عارف ده كله، طب انا هحمي ايه اصلا؟ ما الدنيا حلوه ولطيفه بس وشغاله كده. يعني. نيكست نيكست. بالظبط اشتغلت كده، يا فينش. سلام. صح كده. مظبوط. صح. فهو الموضوع لا بيكون ليه ستيبس، يعني بعد ما نوصل للسكيورتي بنبدا بقى ندخل على الحاجات المهمه. لينكس اوبريتنج سيستم بقى. اوبريتنج سيستم، خلاص اه. انا دلوقتي هتعامل على الحاجه اللي انا فعلا محتاج ان انا ابدا احط ايدي فيها. انا فعليا ماشي، النتورك ممكن ما اعملش انا فيها حاجه تكون جاهزه، بس الاوبريتنج سيستم انا اللي هجهزه.
خلاص انا هنا بدات الوظيفه بتاعتي اجهزه بقى بالحاجات معينه، ببدا ان انا اجهز بيها اليوزر عشان ااهله ان هو يعمل يستخدم. بالظبط صح. اللي هو السوبر يوزر، ان هو يستخدم بقى الداتابيز ويسطب عليه وهكذا. وهنا تبدا في الاوبريتنج سيستم تستدعي مفاهيم النتورك، تقول له مظبوط. احنا الاي بي الفلاني مش عارفين نوصل له عشان كذا، فيبدا هو دي نتورك. هنفتح البورت الفلاني عشان دي سكيورتي، فيبدا المفاهيم اللي هو خدها في شهرين ثلاثه بيطبقها بشكل عملي. بترجع له. بالظبط بشكل عملي بكوماند، فهو مبسوط. مظبوط. لو كان دخل مباشره هنا كان ممكن ينفذ صح، كان ممكن ينفذ صح جدا صح. لكن لو في يوم من الايام انطلب منه بورت مختلف هو مش فاهم ليه وازاي، مش فاهم يعني ايه بورت اصلا. اصلا مش فاهم يعني إيه بورت اصلا، ما هو المفروض ما خدش بقى. بالظبط. صح كده. هو شايف ان في حاجه اسمها بورت مكتوبه 152. النجاح هنا من وجهة نظري بقى انك تخلي حد يصبر معاك في الرحله دي. مظبوط. يعني يصبر لحد النقطه دي اصلا، ده في حد ذاته هو واحد هدفه المفروض من الاول المعلن ليه عاوز يبقى مدير قواعد بيانات، وانت بتدخله في 3-4 كورسات ما فيهمش داتا حتى الان خالص. مظبوط. فهو لو وصل لحد هنا هو كده حقق معاك العلامه الاولى او الاشاره الاولى ان هو هيبقى حد شاطر، هو انه صبور. وانت عارف وانا عارف طبعا ان اداره قواعد البيانات اهم حاجه فيها الصبر. الموضوع مش عمره ما بيبقى ستريت فورورد، بيبقى ماشي سلس كده، لازم يكون في مشاكل. فاللي مش هيصبر اصلا في تعلم الاساسيات ديت بسهوله هو مش هينفع بعد كده يكمل ده بالظبط. فيمشي بدري بقى احسن له يعني. وممكن كمان ده يكون بدايته ان هو يجرب تراك يكمل فيه، مش شرط ان هو يكون داخل كداتابيز ادمنستريتور ويكمل، ممكن يعجبه السكيورتي فيكون حقيقي. اتوجه لمجال صح. احنا بنفتح اكتر من مجال لواحد، يعني مثلا انا معايا 4، ال4 دول ممكن واحد يروح لينكس، ممكن واحد يروح نتورك، واحد يروح سكيورتي، واحد يكمل كاي تي سبورت. انا بفتح انت له فتحت باب له كبير قوي. الافاق بالظبط بالكورسات دي كلها. هو ممكن يجي في محطه الشبكات زي ما انت قلت كده ويقول لك بس انا حابب الشبكات، مظبوط. مش عايز اكمل، بس الشبكات اللي احنا او الشبكات اللي بتعطى عشان تبقى مدير قواعد بيانات هي نقدر نقول سيلكتد توبكس، يعني مواضيع مختاره عشان تبقى داتابيز ادمنستريتور. بالظبط. لكن لو عجبك الشبكات تعالى بقى، انت عاوز بقى حد جامد مختلف، عاوز باشمهندس معتز عاوز حد تاني عشان الشبكات محتاجه مواضيع اكتر لو انت حبيتها. فانت فتحت له الافاق، هو اصلا جاي من الاول عاوز داتابيز ادمنستريتور، فانت فتحت له الافاق في 4-5 تراكات. مظبوط. تمام جدا. وبعد بقى اللينكس بنبدا بقى نشوف السيكوال. هنا بدانا ندخل خلاص بقى دي داتا، احنا خلاص هنتعامل بداتا، فلازم يفهم سيكوال. بنعمل سيلكتات بسيطه، اوامر بسيطه. عامه انا كداتابيز ادمنستريتور مش هستخدم السيكوال بالشكل اللي موجود او المستخدم، انا هستخدمه في اوامر معينه في اجزاء معينه، بس لازم اكون فاهم. يعني ما ينفعش ان انا اخش انترفيو حد يقول لي هو بشكل رئيسي السيكوال بيبقى اكتر طبعا استخدامه للديفلوبر، هو اللي بيبني الكود. لكن انت كداتابيز ادمنستريتور بتستخدمه قطعا في حدود معينه، بس بتعرف تقرا. بالظبط. يعني دي مهم جدا تعرف تقرا اصلا، صح كده. ممكن يظهر لي ايرور سيلكت انا ما اعرفش اصلا يعني. بالظبط. طب ما انت لازم تكون فاهمه. صح. هنرجع نقطه، انت كل حاجه بيكمل حاجه. انت طريق الداتابيز ادمنستريتور مش طريق من الف لب، انت طريق من الف لب للجيم، اكتر من حاجه عشان اوصل في الاخر اكون مدير قواعد بيانات شاطر. حقيقي. هي دي الكلمه اللي احنا لازم نركز عليها. برافو عليك. طيب كمل لي بقى الرحله، لان انا حابب قوي ان الجزء دوت يتمم الرود ماب اللي هنلخصها بعد شويه برضو للي عاوز يبقى مدير قواعد بيانات شاطر. يعني كمل لي بقى. خلاص احنا كده بدانا انه عرف الفاندامنتال اللي هي الانفورميشن تكنولوجي فاندامنتال، وبعدين دخل على الهاردوير، ثم الشبكات، ثم السكيورتي، ثم الاوبريتنج سيستم لينكس، وطبعا لان هو الاعم والاشهر دلوقتي. وبعدين اتنقل لمرحله التعامل مع الداتا. اول حاجه بدا بيها الاس كيو ال. وبعدين الرحله بعد كده بعد الاس كيو ال كان بيكون معانا الجزء الخاص بقى بالبرمجه اللي هو البي ال. البي ال بقى بالظبط. ان هو دلوقتي محتاج ان هو اكيد يأوتوميت حاجه، يعني مش كل حاجه هيخش يكتب 6-7 جمل سيلكت كل يوم. لا، ليه ما اعملش بلوك وهو هيكون اوتوماتيكلي. انا هرن، انا عملت الكوماند الاساسي بتاعي، مثلا هتشيك على المساحات اشوف انا عندي مساحه ولا لا، هرن على طول بي ال بلوك بتاعي، هرن هعرف مساحتي. انا كده وفرت على نفسي مجهود وبقيت حد شاطر. صح، برافو عليك. انت عارف ان انا ما كانش عندي مشكله خالص وانا بدرب اي حاجه من دول
ان انا اجيب لك ماتيريال حلوه جدا من على النت، وفي ناس مشهورين جدا جدا عاملين ريكوردد فري على اليوتيوب في جزئيه الاس كيو ال تحديدا والبي ال، اللي يعتبر مقدمه اداره قواعد البيانات. اه كانت المشكله في الجزء اللي فات ان انا حتى لو اديت لك الحاجات اللي هي الفري والمتاحه دي، انت بتذاكرها بس مش مبسوط لانك مش عارف استخدامها قوي. انا بتكلم لو انت عايز تبقى مدير قواعد بيانات، مم. فهمك للبيزكس اللي فاتت دي كلها، لما اجي اجيب لك الكورسات اللي هي الخاصه بالاس كيو ال والبي ال، وتحديدا باشمهندس خالد الخضري، هو حد عربي يعني ربنا يجعل في ميزان حسناته يعني الجزء دوت، الجزء الخاص بتعليم الاس كيو ال والبي ال فعلا، لانه علم شباب كتيره جدا. ده لكن حقيقي. الفايده الحقيقيه والمتعه الحقيقيه اللي وانت بتذاكر بتجيلك لما تكون فاهم الاساسيات. اكيد لو انت مش فاهم اساسيات ممكن تحس ان هو بيرغي، بيتكلم كتير، الموضوع مش احسن حاجه. مظبوط كده. اكيد ففكره الرود ماب مش فكره خطوات يعني اعمل دي وخلاص، او انت تنط عشان انا عارف. ترتيب الخطوات وانك تقضي المده اللازمه في كل خطوه من دول بيخليك لما توصل بقى للحته الممتعه الاس كيو ال تستمتع فعلا. بالظبط. صح كده، مش اللي بالظبط هو كده. مش حاسس بحمل، مش حاسس بهم، لا انا هصبر الكورس 40 ساعه اسمعهم، ده اكل عيشي بعد كده. صح. مظبوط. هي دي النقطة، وهو ده اللي احنا بنتشيك عليه طول الرحلة دي. انت قادر تصبر؟ انت اللي خليك تصبر 4 5 شهور، اكيد يبقى انت قادر تصبر. اللي هيخليك ان انت تمل في النص وتقول انا مش شايف ان ده ليه فايدة، يبقى انت كده مش هتقدر تصبر. هي دي المقياس ده بيقيس حاجات كتير جدا، سواء ان انت بتبني عنده او عند المتدرب مايند سيت ان هو يفهم ان مفيش حاجة بتيجي على طول، محتاجة تتعلم قبلها بيزكس، وده طبيعي. وكمان نعرف منه ان هو لا، انا هستفاد فعلا، انا فعلا هيجي عليا وقت هلاقي ان انا بستخدم كورس والتاني والتالت مع بعض وانا مش حاسس ايه ده، انا كتبت جمله بي ال، انا كده استخدمت سيكوال بالظبط. ومش عارف استخدمت اوامر معينه، استخدمت حاجات كتير وخلي قوي. بالك طول رحله الطالب معاك لو ماشي بالترتيب رجوعه ليك بيقل. يعني هو الاول كان بيرجع لك كتير، اكيد بعد كده فهم انه جزء من الرحله وجزء من طريقه التدريب انه لازم يذاكر ويجتهد، وما يرجعلكش غير لما يكون وصل لحيطه سد، وصل بالظبط. لنقطه، لان هو اصلا عنده زمايله، المفروض ان هو بيبقى في تيم فيه 10 او 12 واحد، فالمفروض يرجع لهم الاول. يعني جزء من الرحله هو التعاون، وان انت رجعت زمايلك، طب في 5 من زمايلك عارفين الموضوع، راجع لي ليه اصلا؟ ما تسال. في ناس بيبقى عندها مشكله الكسوف او ان هو محرج يسال، وده غلط. مم. سوفت سكيل مهمه جدا انك ما تتكسفش تسال، وما تبخلش انك تجاوب. ما هو انت خايف تسال، طب لو حد سال هتعمل ايه؟ هتجاوب؟ لا ما انا بتكسف اجاوب برضه او بخيل بقى، لا. جزء من الرحله في العمل الجماعي حتى في التدريب هو ان انت تكسر حاجز الكسوف انك تسال، وتكسر حاجز البخل او حاجز ان انا مش فاضي او في حد غيري هيرد. صح كده؟ صح. طيب انا سعيد جدا بالرحله بتاعه الرود ماب اللي احنا اتكلمنا عنها، في ازاي تبقى مدرب قواعد بيانات شاطر. واتمنى ان انت تكمل في الرحله ديت يعني وتكررها، لان انت كل مره هتحسن فيها. بالظبط. الموضوع مش هيتوقف عن ان انت جربتها مره او 2 او 3. خلال رحله التدريب بقى او يمكن في نهايتها، هل بتعمل معايشه او انت بتحب تعمل معايشه للطالب ان في مشروع بيبنيه من الاول، ولا بتستنى لما يوصل لاخر مرحله خالص بعد ما يخلص التراك بتاعه؟ بتتكلم عن رحله شهور، يعني انت حتى تقول اكيد. لي قد ايه المده يبدا مشروع، يعني فهمني ايه المناسب وايه الافضل من وجهه نظرك. طيب احنا اهم حاجه عندنا كداتابيز ادمنستريتور هو السوفت سكيلز. انت راجل يعتبر انت هيترجع لك في كل كبيره وصغيره هتعمل في الشركه عامه. انت صاحب قرار، يعني الحاجه دي هتكمل الحاجه دي هتقف. لو انت ما عندكش سوفت سكيلز، ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تعمل برزنتيشن، ما بتعرفش تعرض وجهه نظرك، ما بتعرفش ان انت تقرا الحاجه اللي انت محتاجها، انت كده مش هتكون داتابيز ادمنستريتور. مش هقول حتى شاطر، مش هتكون داتابيز ادمنستريتور. فالسوفت سكيلز بتبني ازاي؟ من طرق برضو اللي انا يعني بنبني عليها ان احنا بنعمل تيم صغير. مثلا احنا 20 واحد بنتقسم خمسات، 5 5 5. كل مثلا واحد بياخد تاسك معين. يعني انا وقت تدريبي اخدت تاسك ان انا اعمل مستشفى، داتابيز لمستشفى. الجزء ده هنعمل فيه مثلا ايه؟ هيبدأ فيه بقى الداتابيز من الاول. انت هتبنيها بكل الاوامر الخاصه جداولها بيها، بالسكيما بالصلاحيات بكل بالحاجات دي حاجه، كلها. تمام جدا. كل حاجه. وبعديها هتيجي واحد واحد هيعرض لي الكلام ده، هيعمل لي الاول فويس على الواتساب عشان محدش يكون بيساعد التاني،
كل واحد يعمل فويس لوحده لمده مثلا دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، يتكلم فيه عن التاسك. بعديها نعمل برزنتيشن، مش برزنتيشن يعني كلام بس كزوم ميتنج، لا برزنتيشن بباوربوينت، بتقديم، عرض تقديم. تمام. انا كده بنيت عنده سوفت سكيلز، اولا عمل جماعي، ثانيا ان هو يقدر يلخص وجهة نظره كمبني كفردي، ثالثا ان هو يقدر ان هو يبني برزنتيشن مع تيم يشرح الموضوع بقى بشكل اكاديمي شويه، بروفيشنال. بروفيشنال بقى، بالظبط. مش تلخيص كده اي كلام على السريع. بالظبط كده. صح كده. وبناء على ده بنقيم، لا انت تمام، انت ناقصك كذا، انت مش ناقصك حاجه، انت هتركز في حته معينه، خلاص انا كده عرفت كل واحد ايه نقطه ضعف. اكتر من سوفت سكيل بتجيبها بضربه واحده. بالظبط كده. تمام، حلو قوي. وده الجزء المهم، ان انا خلاص انا نميت عنه جزء التيم ووركينج. صح. خلاص هو دخل في اجواء الداتابيز ادمنستريتور، ان هو هيعرف دلوقتي يعرض وجهة نظره، يعمل برزنتيشن بروفيشنال لو طلب منه، يبعت فويس لو طلب من مديره طلب منه حاجه، يعني انا عايز افهم بس دي ولا لا، فهقول له في فويس ان 1 2 3 ادى ان هي ما يرغيش بس كتير كده. او ما يردش. لازم يرد في حدود المطلوب. بالظبط. بالظبط. فانا وجهته للاثنين، يعرف يعمل دلوقتي الاثنين مع التيم ورك. انا كده بنيت شخصيه الدي بي اي جوه المتدرب اللي معايا. احنا برضو عايزين نركز ان احنا اكيد الناس اللي بيتدربوا مش زيرو في كل سوفت سكيل، اكيد. لكن هم مستويات. بعد فتره من التواصل مع الطلبه لما يعرفوا مستويات بعض في السوفت سكيلز، يبدا كل واحد شايف نفسه في مستوى اقل من زمايله يبدا ياخد منهم. فاللي عنده مثلا برزنتيشن سكيلز ما كانتش احسن حاجه، هو في جروب من 5 اصلا، شاف زمايله بيعرضوا فبيسالهم، بيتفاعل معاهم، بيجرب، بيحسنوه، فيوصلوا في مرحله او في وقت من الاوقات ان كلهم تقريبا شطار في الحاجه دي. بالظبط. مظبوط كده. بالظبط. طيب تمام. طيب انا عايزك بقى تلخص لي يعني في نهايه الفقره الخاصه بان انت شاطر في التدريب، عايزك تلخص لي بقى الرود ماب، عشان دي هتكون جزء مهم جدا اللي ممكن اي حد حابب يبدا في مجال اداره قواعد البيانات وهو مش عارف البدايه خالص وعاوز فعلا يتاكد ان المجال ده هو المناسب ليه يمشي عليها. رود ماب واضحه. اتفضل. تمام. هي زي ما قلنا هنبدا بالاي تي اف، بعديها الهاردوير، يفهم اكتر عنه، يخش اكتر من البيزكس يعني هيتعمق. تمام. بعديها بيكون النتورك، يفهم اساسيات نتورك. بعديها سكيورتي. بعديها اللينكس اللي هو اوبريتنج سيستم، مظبوط. بنحدده احنا باللينكس عشان هو الاعم زي ما قلنا دلوقتي. بعديها بيكون عنده السيكوال عشان يبدا يتعامل مع الداتا. بعديها البي ال سيكوال عشان يبدا هيحتاجها ان هو يبسط شغله اكتر. صحيح. بعديها بقى الداتابيز نفسها. داتابيز ادمنستريشن نفسها بالظبط. اللي هي بقى الهدف. الهدف الرئيسي من الاول خالص. مظبوط. صح كده. طيب في حاجات بعد كده ممكن تكميليه ياخدها تنفعه لو حب يقدم على شغل؟ لو يعني حابب ان هو يكون جنب مثلا اسمه بدل صح صحين، يبقى ممكن يبص على مثلا حاجه زي الابيكس. دي عباره عن حاجه من اوريكل ببني بيها ويب سايتس. تمام. بتعلمه ان هو او بتضيف له اكتر، يعني هو كجونيور لما يكون عارف الجزء ادفانس زي ده هتفرق معاه او هتسهل عليه ان هو يقدم على رولز اكتر من كدي بي اي لوحده. صحيح. يعني بس. والويب لوجيك والويب لوجيك برضو عشان يبقى لان بيوفر على نفسه الدور بتاعه. هو انا شغال دي بي اي في المكان والمكان عنده ويب لوجيك، مين اللي هيمسكه؟ فهو افضل حد وانسب حد يمسك اداره الويب لوجيك اللي هو يعتبر الابلكيشن سيرفر اللي في المكان هو الدي بي اي. هو اكتر واحد فاهم التعامل مع السيرفيس ده. مظبوط. تمام جدا. طيب انا احب امنشن هنا او اذكر الناس اللي ما تعرفش اس كيو ال وما يعرفوش بي ال قبل ما يدخلوا على الكورس اللي هو خالد الخضري، لان هو كورس تفصيلي ممتاز جدا. أكيد. في كورسات تانية لبعض الناس الانستراكتورز الشطار اللي موجوده برضو فري على اليوتيوب اللي فعلا تخليه يعرف الكورس بسرعه وفي يوم واحد، نقدر نسميه كراش كورس يخلص في قعده واحده. فهو يقدر يعرف بسرعه، يسمعه كانه مسلسل تركي، مسلسل كوري ما صح كده، حاجه بسيطه يعني صح. يسمعه في قعده واحده ويقدر يكرر. ده لو ما يعرفش، بس يقدر يعرف بعد ما سمعه الكورس دوت اذا كان المجال ده بتاعه ولا لا. بالظبط كده. بالظبط كده. انت عندك اي حد او اي حد يعني اي كورس على اليوتيوب غير خالد الخضري ممكن تكون سمعته قبل كده وفادك في معرفه الاس كيو ال والبي ال بشكل جيد؟ هو لا انا ما عنديش قبل كده، لان انا درسته من الكليه كسيكوال. فكنت عارف عنه شويه، يعني انا اوريدي عرفت عنه، فلما اتجهت على طول لخالد الخضري على طول عشان كميه الداتا كميه الداتا الجديده اللي هنا بقى انا بنصح اي حد في كورس لاحمد جاد على اليوتيوب، من الناس الخطيرين جدا الجامدين في الشرح.
مم. ولخص الموضوع في 4-5 ساعات. فانت تسمعه الاول، تفهم الموضوع، حبيت تستزيد عندك خالد الخضري، بالظبط. حبيت تفهم تفاصيل روح لخالد الخضري. احنا مش لازم نعيد اداره العجله من اولها، مش لازم انت كمنتصر عشان بقيت شاطر في التدريب تعيد الاس كيو ال وتعيد البي ال. انت ممكن تستفيد من الارث اللي عمله زمايل ليك سبقوك او ناس الخبراء في المجال سبقوك، اكيد. وانت تضيف ليه. لكن انت عشان تبدا تعمل مثلا كورس اس كيو ال وتسجله وتحطه او بي ال، هنقعد في الحته دي. طب في مراحل تانية محتاجين محتاج. نستثمر فيها دماغنا، زي الطريقه بالظبط. بتاعتك. انت بتتكلم عن ان انت طريقه بتشرح فيها 5 حاجات ما لهمش علاقه باداره قواعد البيانات نظريا، لكن عمليا مطلوبين جدا ان الشاب يكون فاهم شبكات والى اخره اللي احنا قلناه. عمليا هو ده شغلك، عمليا هو ده بالظبط. شغلك بمعنى اصح يعني. بالظبط كده. طيب تمام، احنا كده خلصنا وعرفنا ان انت شاطر في اداره قواعد البيانات وتحديدا في التدريب. يعني يمكن دي الحته اللي انت ايه متميز فيها فعلا وشاطر قوي فيها في الوقت الحالي. طيب كلمني بقى عن الشطاره من زمان. انت كنت حد شاطر في يوم من الايام، يعني قبل ما تبقى شاطر في المجال بتاعك كنت شاطر وانت في ابتدائي اعدادي؟ مش هرجع للحضانه بعيده قوي مش هتقول لي هنفتكرها ايه أوي. يعني كنت بتاخد ملبسه مثلا كنت تسبق زمايلك؟ لا، خلينا نتكلم في المدرسه، ابتدائي اعدادي ثانوي لو حبيت. متميز رياضيا، متميز في ماده معينه، كلمني انت كنت شاطر امتى لا، حسيت انك شاطر؟ هي مفارقة غريبة. أنا ما تقليش قبل كده أنت شاطر، قال لي أنت دماغك حلوة. ما تقولش انت شاطر خالص، قالك ده دماغك حلوه بس. انت أكيد اتقال لي انت يعني. مش شاطر يا منتصر، انت شاطر قوي يا منتصر. كنت عاوز تسمعها كده صح؟ كان درامية شوية. طب اتقالت لك ليه بقى وازاي؟ اتقالت لي أنت دماغك حلوة في أكتر من موقف كان يحصل. مثلا موقف أكيد مش فاكر تفاصيل، بس مثلا كان ممكن يحصل موقف كنت أتصرف فيه بشكل اللي هو ممكن محدش يتوقعه شوية. بيسموه أحل خارج حاجة الصندوق مثلا. بالظبط. فكان بيتقال لي كتير انت دماغك كويسه، انت دماغك بتعرف تتصرف يعني بشكل مميز شويه. فكانت دي الجمله الموازيه عندي لكلمه انت انت شاطر شاطر يعني. مش لازم باللفظ طبعا صح بالظبط، بس كده. نفس الوصف بيأدي نفس الغرض يعني. طيب تمام جدا. ده الكلام ده في انهي مرحله برضه؟ ابتدائي اعدادي ثانوي؟ ده في اعدادي يعني كنت بسمع بس الكلمه دي. بس هنا سؤال، خليني اسالك، انت ما كنتش شاطر في الرياضيات في اعدادي او ثانوي مش من الحاجات المحببه الي. اصلا؟ لا، ما بحبش الرياضه. جزء من شطارتك في الحاسب الآلي وداتابيز بالظبط. شطارتك في الرياضه. لا، انا هقول برضو ان انا رحلتي مع الاي تي عامة بدأت زمان شوية. يعني بدأت من أول لما كنت أو لما بدأت إن أنا بقى هدرس برمجة ألعاب. أنا كنت بحب الألعاب. ده في جيمنج اعدادي ثانوي؟ في إعدادي حلو كنت تمام. بحب الجيمنج. وأنا من نوع الناس اللي بيحب الحاجة بتشتغل إزاي. أنا عايز أعرف دي بتتعمل إزاي، دي بتشتغل إزاي. أنا أحب أعرف كده. فلما بدأت ان انا اشوف الجيمز واتفرج عليها قلت لا، انا عايز اعرف الحاجة دي بتتعمل ازاي. بدأت ادخل فعليا وادور على كورسز وابدأ اذاكرها لحد ما وصلت مشكلتي اني عايز افهم فيزيكس عشان هظبط الفيزيكس بتاع الجيم، ان الكورة هتقع بشكل معين وهكذا. هي التولز هتسهل عليا ده، بس انا حسيت ان هو مش مجالي. حسيت ان انا ما بقتش مرتاح فيه. اللي هي برمجه الالعاب. انت بتتكلم في اعدادي؟ طب ايه يعني ذاكرتها ازاي؟ ولا جبت لغة ايه؟ ولا خدت كورس ولا ايه بالظبط؟ لا، ما كانش بالتركيز اللي انا حطيته مثلا في الداتابيز ادمنستريتور. لا، كان مجرد هوايه. بفتح يوتيوب اشوف ده بيعمل ده ازاي. هو عملت كام بروجكت كده صغير على قد لعب. يعني مثلا لغة سكراتش ولا في حاجة تانية؟ انا عارف ان في عملت سكراتش وعملت يعني محرك العاب اسمه بلندر لو تعرفه. اسمع عنه طبعا. استخدمت يونيتي فتره. عملت في بلندر جيم فروم زيرو. جبت الاسيتس وجبت كل حاجه وعملت متاهه وبيجري ورايا وحش بس طبعا يعني جامد مفيش. على فكرة، انا مبسوط. بتتكلم في المرحلة الإعدادية، انت اتنقلت من مرحلة انك تبقى بتلعب حلو وحابب تكسب في الالعاب لمرحلة انك عايز تصنع العاب. مظبوط. صح؟ كان هدفك تكسب فلوس؟ اكيد كان هدفي اكسب فلوس، بس في الاول كان شغف بحت. انا حابب ده، عاوز تشوف حاجة قدام عينيك. اخراجك انت، انا عايز اكون ليه بلعب لعبه حد ليه ما العبش لعبتي. تمام حلو. فقعدت شويه فيها لحد زي ما قلت حسيت ان هو بدأ المجال ما يكونش مجالي قوي. هو طبيعي ان انا كنت بعمله بسيط،
كده كده الحاجات جاهزه بحطها، فخلاص هي اوريدي متظبطه. لكن مثلا حاسس ان حركه الشخصيه سريعه شويه، حاسس ان المفروض ان مثلا ده يكون بطيء شويه، الجاذبيه بتسحبه شويه، فمحتاجه شويه حاجات عشان كده. تبقى تحاكي الحقيقه. بالظبط. انت ف عارف انت ده الفرق بين الالعاب اللي هي تحت بير السلم والالعاب اللي هي بتكسب ملايين. ان مظبوط. الالعاب اللي بتكسب ملايين دي الالعاب اللي هي تحس انها حقيقيه، انت اه شايف الحركه كانها حقيقيه. دي حقيقه. انت عارف فكرتني بلعبه زمان في فيفا، اصدار قديم، كانت الكوره بتخش من جوه اللعيب تعدي اه منه اصلا يعني. طبعا في الحقيقه دي ما بتحصلش، بس لان البرمجه رغم ان دي شركه كبيره فيفا عامله يعني حاجه مش فاكر الاصدار بصراحه. وانا اصلا مش بلعب، بس شفت الحركه دي كذا مره متسجله، في ناس كانت بتسجلها وتحطها على اليوتيوب. اه الكرة بتعدي غلطة بحتة، وانت مش فاهم ازاي الكرة تعدي من قلب اللعيب، او ان الكرة تيجي من جنب الشبكة وتتحسب جون، او تخش ما تحسبش جون. فطبعا دي اخطاء. الاصدارات الحديثة بدأت تحاكي الموضوع قوي، حتى زاوية ارتداد الكورة مفيش لعيب بيعمل حاجة خيالية، مفيش أكيد. لعيب بينط زي كابتن ماجد زمان ويعمل حاجة كده، لا مفيش الكلام ده. فعلا بيحاكي الحقيقة قدر المستطاع. هو الموضوع علمي كبير جدا، وهو تراك موجود وبيكسب جدا، بس محتاج تأسيس صح، بالظبط. ومحتاج ريسورس. ومحتاج تركيز. انا صح. كنت واخد الموضوع كهوايه، انا بخش على اليوتيوب كان في تشانل انا عارف مثلا هو نزل فيديو ان هو يعمل لعبه كذا، بمشي وراه خطوات. انا ما بحبش امشي خطوات حرفيه، دايما بحب احط التاتش. تحط التاتش بتاعك. فمثلا هو مثلا بيعمل حاجه عباره عن متاهه، لا انا هعمل متاهه وبيجري ورايا حد. حلو. تاتش كده كويس بسيط. كويس، بتعمل يعني تحسين في الفكرة. بالظبط كده. برافو جدا، صح. لحد ما قررت ان لا ده مش حاسس ان هو مجالي قوي. بس كنت حابب مجال التكنولوجيا المعلومات عامه، مجال المجال ده كله يعني. قبل ما كلمة داتا تيجي في دماغك، يعني ده كله مفيش خالص داتا، انت حابب مفيش. المجال. اه تمام. كان في قدوة موجودة في حياتك، مدرس، حد اكبر منك في السن بدأ شفته شاطر، شفت واحد بنضارة بيروح الشغل كل يوم وقلت بس انا عايز ابقى زيه، او واحد معاه لابتوب، يعني ايه الفكرة يعني جات لك ازاي؟ لا هي زي ما قلت الفكره كانت عباره ان انا قاعد بلعب اللعبه، اللي هو هي جت في بالي كده حرفيا، ليه ما عملتش زي دي؟ ليه ما اعرفش دي بتتعمل ازاي؟ بس سؤال هو كان سؤال بحت. خطر في بالك وعاوز تعرف تفاصيله، فانا عايز اشتغل الشغلانه دي. بالظبط كده. تمام. فبدأت فعليا فيه، وبدأت أجرب وأحاول، ووصلت لحد مرحلة أنا نفسي كواحد مبتدئ في إعدادي قدرت أوصل المرحلة دي. لا أنا كنت كويس جدا فيها، أو قادر إن أنا أبدي فيها اللي أنا أقدر عليه. تمام جدا. انت كده خلصت رحله شغفك بالالعاب وجربت فيها ووصلت لنقطه معينه وما كسبتش منها طبعا، فقررت تدخل لمحطه تانية. كلمني بقى عملت ايه بعد كده؟ المحطة الثانية كان موجة الفرونت اند. اها. تجربة الفرونت اند عندي ان انا قلت طب ما اجرب فرونت اند. رحت لو تعرف حضرتك كورس السي اس 50 بتاع هارفارد. مشهور. مشيت فيه شوط كبير، ولو حضرتك خدت بالك ان هو عملت فيه بروجكت العاب برضو، يعني في الاول بيكون فيه بروجكت. طالع الفرونت اند العاب. انت مصمم تلعب. ايوه. هو مش مخصص بالفرونت اند، هو كورس عام، بس انا كنت داخل بهدف الفرونت اند. نفس فكره التراك بتاع الداتابيز ادمنستريتور، ان هو ممكن حد يدخل اصلا التراك عشان ياخد نتورك، يوصل النتورك ويمشي ويقف بقى ويكمل هنا. فهي كانت نفس الفكره. ما حسيتنيش في البرمجه، ما جاتش معايا خالص. انت بتتكلم في اعدادي ولا في ثانوي؟ دي ثانوي. تمام. كانت ثانوي كانت متقسمه كتير، كان في مراحل كتير قوي في حياتي فيها، فقسمت المذاكره فيها كتير. وصلت للاخر لا ده مش المجال اللي انا حابه، مش الحاجه اللي انا حاسس ان انا هعرف اعمل فيها حاجه مميزه او يكون فيها حد شاطر. تمام. دي كانت رحله الفرونت دي رحله الثانوي طبعا. اكيد في ثالثه ثانوي ما تقوليش بقى ان انت كنت سايب المذاكره وعمال تلعب او تذاكر العاب. لا انت كده مش حد شاطر خالص يعني. سايب الثانويه العامه وعمال تعمل لي كده اصل انا شغال في الكودينج يعني. لا تمام. المرحله دي كانت مرحله مختلفه تماما يعني. تمام جدا. طيب نتنقل بقى للجامعه ودراستك وايه اللي عملته فيها. الجامعه كنت انا توقفت عن مذاكره مجال الاي تي تماما، كنت بدات اشتغل. كنت مقسم ما بين حياتي الجامعيه وشغل. في فتره دي سالت نفسي سؤال، انا ليه سبت الاي تي؟ ما لقيتش اجابه. سالت بس ما جاوبتش. انا قعدت مع نفسي ما لقيتش اجابه. طب انت سالت ليه؟ سالت لاني شفت ان انا حتى لو انا شغال دلوقتي ما بعد ايه اللي قدام.
لو شغال ايه؟ لا فهمني، انت كنت انت في شغال مرحله الجامعه اشتغلت كول الى سنتر. جانب الدراسه؟ كول سنتر كول سنتر، تمام. بالظبط. فكان سؤالي الوحيد، انا شغال وزمايلي موجودين، انا كنت اصغر واحد موجود في التيم عامه، بس زمايلي اللي كانوا معايا كانوا كبار، يعني اكبر مني بكتير، في اللي اكبر مني ب5 سنين و6 سنين و8 سنين. انت قصدك الكوميونتي المحيطه بيك او الناس اللي شغالين في الكولينج كول سنتر معاك في نفس المكان؟ بالظبط كانوا كبار. اه فانا سالت نفسي ايه اللي قدام، هل انا هفضل كول سنتر؟ تمام. فرجعت تاني اسال نفسي انا ليه سبت الاي تي. ما لقيتش سبب مقنع، يعني ما كانش اه فيه سبب ان هو عشان واحد اتنين، لا ما لقيتش سبب. اه قلت طيب يبقى ممكن ان انا ما لقيتش الحاجه اللي انا حد شاطر فيها. صح. قررت ان انا ادور اكتر. في وسط ما انا بشتغل عرفت اوريكل، ومعاها عرفت الداتابيز من اكسس من الكليه. تمام جدا. فعارف الداتابيز عجبتني الشغل عليها وريليشن وهكذا، اه وفي نفس الوقت عرفت ان في حاجه اسمها اوريكل. طيب انا عايز اتعلم داتابيز، بحثت بقى يعني ايه اوريكل، اكتشفت ان في حاجه اسمها اوريكل داتابيز. طب اوريكل داتابيز دي عباره عن ايه؟ عباره عن قاعده بيانات فيها بيانات وهكذا، اللي هو التعريف الطبيعي بتاع الداتابيز يعني. انت كل ده ماشي بعامل مع نفسك وجوجل؟ بالظبط مفيش بني ادم قعدت معاه وقلت له خالص. والله ايه الموجود في السوق فقال لك في 5 6 حاجات اختار منهم؟ خالص الموضوع حظ بحت. بالظبط كده. ايوه تمام. كمل. لحد ما قررت ان انا خلاص اكون داتابيز ادمنستريتور. قراري ده كان مترتب عليه 3 حاجات. اول حاجه تعاملي مع الضغط. انا بذاكر كليه، بشتغل، وشغلي كان 8 ساعات بساعه بريك، يعني 9 ساعات، والطريق بياخد على الاقل ساعه، يبقى 10 ساعات. وورايا كورس يوم الجمعه الساعه 9 الصبح. كان اه قدامي خيارين، اخده اونلاين اخده اوفلاين. انا كمحمد مش كويس ان أنا اخد حاجه اونلاين، مش تقصد اونلاين ريكوردد يعني متسجل بتشوفه بمزاجك، ولا اونلاين يعني في حد بيشرح معاك تفاعلي برضه؟ زوم ميتنج. زوم ميتنج يعني تفاعلي. اه طب ايه المشكله؟ مش هكون اولا، مش هكون مركز، مش هتفاعل مع الانستراكتور. انت عارف نفسك كده. تمام انا جدا. ههمله من الاخر، حتى لو انا في مقابل هدفه برضه ههمل، مش هكون مركز قد ما انا قدام الانستراكتور، قد ما الانستراكتور شايفني، شايف ان انا مركز، شايف ان انا مش مركز، شايف ان انا هنا واقع مني حاجه. انت عارف امكانياتك في الموضوع ده، بالظبط. رغم ان انت حاليا شغال انستراكتور بالطريقه دي اللي انت بتقول انا مش بحبها كطالب، لكن انت كمدرب شغال دلوقتي اونلاين بالفعل. بس في فرق كبير بين ان انا حاليا انستراكتور بالطريقه الجديده وان انا انستراكتور بالطريقه القديمه. ما هو انا تمام. حتى لو انا في الزوم ميتنج انا حاسس الطالب ان انا قاعد جنبه، انا اه اوريدي انا معاك، يعني انا معايا 10 20 طالب، انا حاسس ال 10 20 ان انا قدامه. اه انا في بقى في بعديه هو بيفكر في بعديها ايه الاخبار، انا هقول ايه. صح. مش شرط ايه الاخبار دي تاسك، ايه الاخبار انت فهمت ايه، انت مش عملت ايه في مش الميت. بس الساعتين او ال3 بتوع السيشن، لا في قبل وبعد وفي تواصل. بالظبط فهو التواصل ده اكيد مش هينفع نعيش مع بعض بالظبط يعني كده. حياه حقيقيه كامله. وفي نفس الوقت الاونلاين تحول من فكره ان احنا الساعتين بتوع السيشن بيخلصوا، لا انا معاك، انا متابعك قوي، بالظبط. انا معاك، انا زي الواتساب بالنسبه لك، انا بقيت جزء مكرر في حياتك. ده اللي انت بتعمله بالظبط. انا يومك انا حرفيا. اليوم بتاعك، صح مظبوط. كده؟ يا تمام. تكرهني يا تحبني، هو بالظبط، يا انا تحبني يا انا تحبني، مفيش قدرك. اختيار تالت. تمام. بس بعديها لما اخترت ان انا اكون او اخد القرار ده، كان مترتب عليه العامل النفسي وعامل الفلوس. طبعا انا هسافر مسافة الطريق اولموست ساعتين، وكنت بخلص شغلي الساعة 2 3 الفجر. 2 3 الفجر المفروض اصحى 6 الصبح عشان اسافر الحق اوصل هناك 9. اه في ايام ما كنتش بنام، بس وجودي هناك واصراري ان انا لا انا ما غبتش ولا يوم، رغم ان في ايام كنت بتعب، وفي ايام في يوم انا خلصت فيه الساعة 5 5 5 الصبح. الفجر. 5 الفجر. انا مم. طلعت على السفر على طول، ما بص روحتش. انا شايف ان انت حد شاطر في المرحله ديت، حتى لو كنت اتجهت بعيد شويه عن الاي تي او تكنولوجيا المعلومات، لان الشغل في حد ذاته وانك بتدور على مصدر يجيب لك فلوس او حاجه تجيب لك فلوس، حتى لو مش حاببها قوي، بس هي مشهوره، الكول سنتر موجوده ومطلوبه ويمكن المهارات اللي بتحتاجها الكول سنتر مش كتيره قوي وكانت متوفره فيك ساعتها. فانت استفدت قطعا، اكيد. استفدت تنميه مهارات واستفدت فلوس. فده في حد ذاته لا فايده، الى جانب طبعا ان انت اصلا مطالب تبقى شاطر في الكليه. السؤال، هل انت فعلا كنت شاطر برضه في الدراسه ولا الموضوع كان معاك مش فارق كتير؟ لا الحمد لله كنت قادر ان انا اواكب ما بين الثلاثة في نفس الوقت. اه ان انا قادر ان انا اجيب تقدير كويس،
قادر ان انا اكون كويس في الكورس، وقادر ان انا كمان اركز مع حياتي بقى اللي انا بعمله في حياتي عامه. طيب تمام. طب تعالى بقى نتنقل للمحطة تعتبر قبل الأخيرة، هي أنت خلاص دخلت موضوع داتابيز ادمنستريتور، واحنا مظبوط. قاعدين مع بعض دلوقتي. أنت كمدرب قواعد بيانات، كلمني بقى عن رحلتك من التدريب، من بداية أول تدريب إلى المرحلة اللي أنت فيها دلوقتي. إيه الرحلة دي؟ إيه اللي حصل فيها بقى؟ بدايه اول تدريب كان عباره عن ان انا قاعد بسمع كلام انا مش فاهم منه اي حاجه. يعني كان الوضع يعني بالنسبه لي كان صعب بشكل. كميه الحاجات اللي انا عرفتها بعد اول محاضره ان قد ايه المجال ده صعب كانت كفيله ان هي تخليني اقول انا مش هكمل. ده ليه؟ ده يعني ليه؟ لان المجال مش مشهور. السورس بتاعه عشان اذاكره محتاج ان انا اكون يعني بعرف اعمل سيرش كويس قوي عشان اعرف اجيب معلومات مهمه. مفيش ماتيريال كتيرة قدامك. بالظبط. تمام. مفيش منتورشيب واضح ليا امشي عليه، مفيش رود ماب قصدي واضحه امشي عليها انا هوصل من دي لهنا. لا، ما كانش موجود الكلام ده. كان كل الموضوع ان انا في كورس بتعلم داتابيز ادمنستريتور. هل انا فاهم؟ هل انا فاهم 100%؟ لا. هل تمام. انا راضي عن نفسي؟ لا. حلو. كملت كده لحد ما قربت ان انا اخلص الكورس. مشيت طبعا في الكورس بقى من اول السيكوال لحد السيكوال، البي ال السيكوال والبي ال والادمنستريتور. والشوب 1 مثلا، بالظبط. الرحلة دي كلها. والباك اب وهكذا. خلصت ووقفت قدام حاجه واحده، استفدت ايه؟ انا دايما انا الفتره دي كان هو سؤال واحد بس اللي كان بيغير المينتاليتي بتاعتي، انا عملت ايه؟ انت بتعرف تعمل ايه بقى؟ يعني انت اتعلمت بالظبط. كورس 4 شهور، ايه الحاجات اللي بتعرف تعملها دلوقتي؟ اكتشفت اللي انا بعرف اعمله ان انا اعرف اخد حاجه جاهزه واشتغل عليها. تشتغل على قاعدة بيانات موجودة، بالظبط. لكن انت مش عارف اتعملت ازاي، او ايه احسن طريقة اتعمل بيها، او ليه اتعملت كده اصلا. ده بالظبط. كله في الكواليس بالنسبة لك، مش بلاك بوكس، انت مش عارف الموضوع ده. بالظبط كده. فانا كان جوايا سؤال دايما، هو انا كده تمام؟ انا كده هو ده الداتابيس ادمنستريتور؟ بعد ما قعدت مع نفسي كتير وفكرت وكنت قاعد بدور على لينكد ان، جه قدامي بوست من شركه رالي ان احنا بنقدم هنقدم تريننج للداتابيس ادمنستريتور. دخلت مع حد من المتميزين جدا، الترينر المتميزين جدا في رالي. وبدات معاهم. اكتشفت ان لا، في خطوات فعلا انا محتاج ان انا افهمها من اول اصلا الاوبريتنج سيستم عشان انزله، عشان ابدا اجهز ان ينزل له اوراكل. الداتابيز. مش كمان الداتابيز، لا، ان ينزل له السوفت وير حتى. ان الداتابيز مش حاجه بتنزل كده، لا، ده في قبليها خطوات كتير مهمه. انك تجيب السوفت وير اصلا من شركة اوراكل، واختيارك لاصدار معين، مظبوط. واوبريتنج سيستم معين، في رحله في الغالب انت ما خدتهاش في الكورس. مظبوط كده. فانت حسيت ده في جزء ناقصني، يبقى في اجزاء ناقصاني. بالظبط كده. وفعلا تمام. مع الوقت اكتشفت ان هنا انا مثلا واخد 3-4 حاجات ناقص الخمسة والستة، واخد حاجتين ناقص التالتة. كان ماشي، كان حاجات ناقصة بس كانت حاجات مهمة، كانت حاجات هتفرق معايا ان هي تحولني من مدير قواعد بيانات لمدير قواعد بيانات شاطر. صحيح. البوينت دي كانت بدأت معايا من اول، زي ما قلت، اول يوم في الكورس، اول ساعة عرفت ان لا، في ده حاجات كورس كتير. تاني خالص. كان في سؤال جوايا هو السؤال اللي حضرتك سألته في الأول، إن ممكن المتدرب يقول هو أنا بتعلم ده ليه؟ أنا أول حاجة قلتها، هو أنا ليه هفهم أوبريتنج سيستم؟ أنا محتاجه في إيه؟ مش أنا داتابيز أدمنستريتور؟ اللي انت بتعاني منه من بعض المتدربين دلوقتي، اللي هم بيسالوك كنت احنا يا باشمهندس ليه بنتعلم شبكات، ليه بنتعلم اوبريتنج سيستم، ليه بنتعلم هاردوير؟ انت كنت بتسال نفس الاسئله. بالظبط. وعشان كده بقول لك ان ده منطقي جدا. يعني أكيد. السؤال ده لازم يخطر في بال اي متدرب. لكن احنا هنا عشان نقول كده، هو انت بدون معرفه الحاجات دي ممكن تبقى مدير قواعد بيانات، لكن هنشيل منك كلمه شاطر. مظبوط. بس كده. انت مظبوط. مدير قواعد بيانات شاطر؟ لا، دي بقى نتكلم فيها. بالظبط كده. فلما بدأت أفهم إن لا، الأوبريتنج سيستم فيه شوط كبير جدا عشان يتسطب ويجهز وأنزل داتابيز وأتعامل بيها، كان الموضوع بالنسبة لي تفتح بقى ان لا، الموضوع شيق، الموضوع فعلا ممتع بالنسبة لي. تحولت من مجرد واحد بيتفرج، انا مش عارف انا بعمل ايه، انا مش عارف هو اللي انا بعمله ده صح، طب هل انا كافي ان سوق العمل هيقدر ان هو ياخدني واشتغل، ولا ناقصني حاجة؟ لما فعلا كملت في رالي فترة، والفترة دي ما كانتش قليلة، شفت ان لا، انا فعلا كان ناقصني كام حاجة مهمة
لما اتعلمتهم بنت عندي مايند سيت الدي بي اي، صح. ان انت دايما لازم هتتعلم. انا مهما اخدت كورسات انا محتاج اخد كورس تاني، مهما كان عندي سنين خبره محتاج اخد كورس تاني، انت عارف ان محتاج انا اتعلم كنت تاني. انا كنت بتابعك بشكل شخصي، لان انت كنت طالب لسه في الكليه وفعلا كنت ملتزم، ودي كانت العمله النادره اللي بلاقيها حتى في الخريجين معظمهم مش قادر يديك 5 ساعات من وقته يوميا عشان تخليه شاطر في الحاجه اللي هو عاوزها. يعني انت بتديله اللي هو عايزه بس عاوز منه التزام. فانت شخصيا كمحمد منتصر عشان كنت ملتزم وانت طالب، ده كان بالنسبه لي شيء عجبني. نادر. قلت الشخص ده هيطلع منه حاجه، مم. هيبقى حد شاطر فعلا. وانت استمريت. يعني الموضوع مش مجرد ان انت ابتديت بس، لا، انا عادي كتير جدا بيبتدوا وبيهنجوا بعد اسبوع بالكتير شهر. استمرارك خلاني اؤمن ان انت شاطر، كونك مستمر وهتبقى حد شاطر في المستقبل. كونك اصلا كمان مش في كليتك مش حاسب آلي، انت دراستك مختلفة عن حاسب الآلي، وانت عارف ان دي ساعات بتمثل عقبة عند بعض يعني في المستقبل. انت المفروض عارف انك لما تيجي تخلص التراك وتقدم على وظيفة هيتقال لك انت مش حاسب آلي، وبالرغم من كده انت مصمم. انت مم. مصمم لانك عارف ان انت لما تبقى حد شاطر الشهادة او شهادة التخرج مش تبقى عائق، لان انت مظبوط. شاطر، انت بتقدم نفسك. وصاحب العمل عنده حق بالمناسبة. اكيد. صاحب العمل بيجي له اتنين، واحد خريج مثلا حاسب آلي والتاني مش خريج حاسب آلي، وهو عاوز وظيفة مدير قواعد بيانات. هياخد مين؟ لو الاتنين نفس المعرفة نفس المهارة هياخد اللي حاسب آلي. ليه خاطر يروح مع واحد مش خريج حاسب آلي؟ لكن انت كسرت الحتة ديت، انت وزمايلك اللي كانوا شبهك في نفس الكيس. يعني كونك مش تخصص، كونك طالب ومصمم ومستمر، انا كنت متاكد انك هتوصل للقعده اللي احنا قاعدينها دلوقتي، بتبقى حد شاطر. فانا عايزك بقى تكملي بعد ما انت خلصت الكورس. ايه اللي نقدر نقول المهارات اللي انت حسيتها وثقتك بنفسك وصلت لايه بعد ما خلصت الكورس مع رالي؟ انا عايز اقول بس ان انا كنت اخدت قرار قبل ما، لما بدات في رالي كنت خدت قرار ان انا سبت الشغل عشان اركز في التراك. خلاص كده. كنت خلاص، يعني انا حسيت ان خلاص جه الوقت ان انا لازم اركز في المستقبل. انا اوكي انا ضامن دلوقتي، بس بعدين السؤال اللي انا سالته في الاول انا بعدين هعمل ايه. فلما قررت ان انا خلاص هركز في التراك سبت الشغل، اتفرغت تماما للدي بي اي. وزي ما حضرتك قلت انا كملت فيه لان انا عارف، انا حسيت ان انا هنا. انا دورت كام مره، انا من اعدادي بدور. صح. فحسيت لا انا الجيمنج هنا والفرونت اند صح كده. بالظبط، حسيت لا انا هنا. فالحاجات اللي انا اكتسبتها بقى بعدين، الفرق ما بين الكورس الاول والكورس التاني، لا مع رالي كان ليها فضل كبير قوي عليا ان انا عقليتي نفسها اتغيرت. عقليه ان انا محتاج اتعلم. انا مفيش حاجه اسمها انا كويس، لا. التحدي صعب يا منتصر. يعني انت ما كانش سهل علينا، او انت حتى دلوقتي بتشوف ده، لان دلوقتي حاليا في رالي، انت حاليا شغال في رالي وبتشوف نفس المعاناه دي. مش سهل تقنع حد انه ياخد نفس الكورس اللي هو بياخده عباره عن 100 ساعه في مكان ما، ياخده في 800 ساعه او 1000 ساعه. هيقول لك هعمل ايه في 800 ساعه؟ هو مش فاهم ان هو هياخد سوفت سكيلز، هياخد برزنتيشن، هيطلب منه يشرح لزمايله، هيعمل بودكاست، هيلخص كتب. هو مش متخيل ده. فعشان كده كونك اصلا خدت الرحله دي فانت فاهم الفرق. بالظبط. انت المميز فيك انك خدت رحلتين في الاول، صح كده؟ رحله مظبوط. الكورس الكلاسيكي والكورس اللي هو بالطريقه اللي احنا بنتكلم عنها مميزه واللي انت حاليا بتدرسها دلوقتي، صح كده؟ والميزه كمان ان حضرتك كنت يعني مش مجرد منتور بالنسبه لنا بيكون موجود معانا في السيشن، لا، كان ممكن حضرتك تكون عارف ان مثلا انا مميز في حته ان انا بفهم بسرعه، فكنت ممكن تخش لي برايفت تقول لي اشرح الحته دي، انا مش فاهم انا بعمل ده ليه، ومش مستوعب ان الحاجه دي مهمه وما اعرفش. وممكن اقول لا مش محتاج اشرح، في حضرتك تقول لي لا اعمل بس كذا كذا واشرحها. وبعد ما اشرحها وبعد ما اتخرجت استوعبت ان وانا بشتغل باشمهندس قال لي اشرح الحته دي. ده فعلا دي ثبتتها عندي، ودي حقيقه. انا لما كنت مثلا بواجه تاسك معينه والتاسك دي مثلا محتاج ان اعمل فيها حاجه معينه وفيها خطوات وانا غلطت فيها وحضرتك كنت بتقول لي اشرحها، كنت لما ارجع اعملها تاني بكتشف ان لا ده اللي انا شرحته، وممكن ارجع اسمع الريكورد بتاعي تاني عادي جدا تستفيد منه. بالظبط. يا اما بتستفيد وتاخد ثقه في نفسك او بتصحح اخطاء ليك، صح بالظبط. كده؟ هو ده هدف التعليم. طيب انت فاكر اي تحدي من اللي انت خضته في رالي، تحدي فيما يتعلق
خصوصا بالتايم مانجمنت، تحدي الديدلاين، ان انت عندك ديدلاين لازم تخلص حاجه معينه. هو انا ممكن اقول ان رحلتي في رالي كلها او حضرتك معتمد اعتماد اساسي على موضوع الديدلاين، ان دي انت التحديات. بالظبط التحدي اللي الديدلاين بتاعه بكره. انت ايوه. هتعمل معجزه لحد بكره، اعملها زي ما انت عايز بس هتعملها. من التحديات اللي كانت فعلا مميزه وانا عمري ما توقعت انها اقدر اعملها، انا ما كنتش من نوع الناس اللي بتعرف تقعد تذاكر عدد ساعات كبير، ما اعرفش ان انا اقعد قدام لابتوب قدام كتاب فتره. جالنا التحدي اللي حضرتك قلت لنا ان احنا نذاكر OCI في 4 ايام. اوراكل كلاود انفراستراكشر. بالظبط 4 ايام. طب ازاي؟ طب ليه؟ اعملوا تقدروا عليه. طب يا هندسه اعملوا تقدروا عليه. وفعلا انا كمحمد ما كنتش متوقع من نفسي ان هعرف اعمل ده. احنا اخدنا الماتيريال من حضرتك على اليوتيوب، ذاكرناها 3 ايام كنا واخدين الشهادات، مش 4. صحيح. خدنا كان الامتحان اصلا بتاع اوراكل نفسه. الامتحان بتاع اوراكل بالظبط. فالفكره انا ازاي عملت ده؟ انا كل السؤال اللي انا سالته لنفسي، انا كنت قادر اعمل ده من زمان، بس كنت محتاج منتور شاطر زي حضرتك يقدر ان هو يكون عارف ان انا هقدر اعمل ده. والطريقه المميزه ان انت مش هتاخد تاسك ان اعمل كذا، لا انت هتاخد تحدي اعمل كذا. التحدي قابل ان انت تقدر تعمله وما تقدرش تعمله، لكن التاسك بتحس ان هي عليها لود اكتر. اهم. انت هتعملها يعني هتعملها برافو. ايا كانت الطريقه. وللاسف طبيعه البشر ان هدور على الطريقه السهله. صح. الطريقه السهله ايه؟ دلوقتي هخش على تشات جي بي تي تاسك 1 2 3. التحدي بيخاطب حته في عقلك، هو انا ليه ما اعملهاش؟ وما احسن مني في ايه؟ عارف انت ديت. مظبوط. فهي تغيير اللفظ. في تحدي يا ولاد. بالظبط كده. في تحدي عندنا نخلص كذا في 3 ايام. هي كأنك- ممكن تذاكر في شهر على فكره، مم. لكن لو احنا اعتبرناها كورس هناخد راحتنا فيه. لكن لما اقول لك تحدي، هو تحدي. يعني انا عاوزك تعمل حاجه مش بتحصل. طبعا في مساعدات، انا ممكن اكون بساعدك بان انا بتابعك. اكيد. في مساعدات، وجود زمايلك اللي ممكن يكونوا احسن منك في بعض الحتت او انت مظبوط. احسن منهم. مظبوط. في تعاون. لما واحد منكم بيكسل التاني بيقول له تعالى. صح كده. فالموضوع مظبوط. لا، الموضوع كان قابل. احنا مش بنقول تحدي خارق، ولكن عشان يتنفذ على ارض الواقع كان لازم يكون الروح التحدي دي عندكم مستمره في 3 4 ايام، ما تهنكش بعد تاني يوم. بالظبط. تمام. وكمان وجود المجموعه المميزه اللي انا كنت معاهم، والصراحه انا ما اقدرش انكر فضلهم عليا ان انا موجود معاهم. حتى رغم ان انا كنت واخد الكورس قبل كده وهم كانوا لسه بياخدوه، بس حسينا ان احنا الاتنين محتاجين او كلنا احنا عايزين نعمل ده. باشمهندس طلب 1 2 3 احنا هنعمل ده. وفعليا كان الموضوع ده بيدينا راحه نفسيه كبيره جدا، ان كلنا عايزين نطلع باحسن نتيجه، عشان احنا عارفين ان باشمهندس احمد مستني منا احسن نتيجه. كمان رؤيه حضرتك كانت مميزه بالنسبه لنا، ان اقدر اقول ان حضرتك كنت عارف كل واحد امكانياته ايه، فحضرتك ما كنتش بتوظف تاسك انت عارف ان هي هتحصل. احنا ما كناش بنلعب يا معلم. بالظبط كده. مش بنهزر. بالظبط. صح كده ولا ايه؟ كانت ميزه يعني ما اقدرش انكرها، ان حضرتك كنت عارف ان محمد هيعرف يعمل ده في يومين، عارف ان فلان هيعرف يعمل ده في 3، عارف ان فلان ده هيعملها في ساعه، بس انت عارف كل واحد بيعمل ايه. فكان التوظيف صح. انت هتعمله ده هتعمله ده بالظبط لاطول مده. يعني مثلا اضعف واحد 3 ايام، فاحنا هنعملها في 3 ايام، بس انت عارف ان كلنا هنعملها في يومين لان كلنا هنتعاون. بالظبط. طب في تحدي بقى انا عايزك لو انت فاكره، تحدي استمراريه المذاكره بدون نوم عدد ساعات اطول. فاكر حاجه زي كده؟ كان سؤال حضرتك سالته لنا، ايه اطول ساعات ذاكرتها في حياتك؟ في حياتك بالظبط. متصله. انا قلت ان انا لا، يعني ممكن اقول 4 5 ساعات بالكتير، او ما كنتش انا فعلا مش من النوع اللي بيقعد يمسك كتاب لساعات طويله. لحد ما بقيت من نفسي. جيت في اخر فتره كنت بخش ابعت لحضرتك بعد ما اخلص التاسك 3 4 ساعات ويظهر فيها ايرورز، وانا من نوع الناس اللي هو لو ظهر لي ايرور ما اقولش لا خلاص بقى كفايه نجرب تاني، لا هو انا طلب مني تاسك يعملها يا اما ما تطلبش. صح. بس هي دي الفكره. ممكن الناس تعتبرها عيب، بس انا كنت بعتبرها ميزه. انا بقعد بالثلاث 4 ساعات، وكان ممكن يكون في مثلا اقدر ان انا الثلاث 4 ساعات دولت اقعد ساعتين واخرج ساعتين طبيعي. لا انا كنت بقرر هو انا مش هقوم غير لما اخلص. وصلت لكام ساعه بقى؟ وصلت لكام ساعه؟ في مره قعدت اكتر من 16 ساعه تقريبا. انا فاكر اكتر من 16 ساعه. كان تاسك وبعديها سيشن، بعديها كان في تاسك،
وبعديها كان في تاسك تانية كنت بعرف بتتعمل ازاي، وبعديها انا حاولت اساعد في التاسك التانية كانت ادفانسد جدا. الارقام دي لما كانت بتجيلي 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعه، ان انت كل مره عمال تزود العدد الساعات اللي ممكن توصل له صاحي. طبعا بتقوم تشرب وتاكل مفيش اكيد. مشكله يعني، لكن انا بتكلم انك قاعد بتذاكر الموضوع في دماغك، مش بتفصل فاصل طويل. مم. ده كان مهم جدا اعرف انت اخرك قد ايه. انت كمدير قواعد بيانات شاطر، حد شاطر في المهنه دي عموما على فكره، مش بس في قواعد البيانات. انت لازم يبقى عندك القدره على الصبر وانك تكمل بدون ملل عدد ساعات طويل. بالظبط. يعني انت وصلت 16 ساعه، ده عدد كويس جدا يعني، عدد، واتمنى انه يزيد في المستقبل. اتمنى ان طبعا هو هيزيد لما يكون في مشاكل او لما أكيد. يكون في ضغط عليك في حاجه، بس بالظبط. تبقى انت قابل لده. انت عمرك ما كنت هتعرف تقول ان انا قابل للزياده غير لما تزود في يوم من الايام. انت واحد بتقول انك عايش 20 سنه من عمرك اثناء الدراسه، اخرك 4 5 ساعات، هتعرف منين انك قادر غير لما تجرب وتحاول؟ وده اللي حصل. هي كانت رؤية من حضرتك برضو زي ما قلت. إن انا زمان لما بدأت استرجع الفكر معايا لما كنت بتعلم جيمنج ديفلوبمنت. انا كنت ممكن اقعد جيمنج يعني ديفلوب كتير اكتر كتير. من 5 ساعات بالظبط. بس انا مش تذاكر 5 ساعات. بالظبط كده. انا كنت لانها كنت بعمل حاجه بحبها، لكن اكتشفت ان لا، انا بذاكر هي دي وقادر اقعد النقطة اذاكر. بقى، ان تحويل المذاكرة الى تحدي يشبه بالظبط فكرتك على حب الجيم. انت في الجيم تحدي، عايز اكسب نقط، انا خسرت عاوز اكسب. فلما تحول المذاكرة الى نوع من التحدي يشبه الجيم، فانت تقدر توصل فيه لعدد ساعات تجيب اخرك حرفيا. بالظبط. فهي دي كانت النقطه اللي انا فعلا حسيتها في رالي. ظهرت شخصيه لمحمد انا ما كنتش عارف ان هي موجوده. انا ما اعرفش ان انا اقدر اقعد بالساعات دي، ما اعرفش ان انا اقدر يكون عندي حب المجال بالشكل ده. ان انا وصلت لدرجه فعلا انا في اخر ايام، ولو حضرتك تفتكر كنت بدخل اقول لحضرتك ممكن تاسك، اتحولت ايوه من ايوه واحد صح بيستنى التاسك واحد بالظبط. بيطلبها. وده كان احد الحاجات اللي بستناها عشان اعرف مدى شطاره الشخص اللي قدامي. هو هيطلب لوحده تاسك؟ يعني لو وصل للمرحله دي بقى مدمن، عارف انت المدمن. بالظبط. انا عايز التاسك يا باشمهندس، اديني التاسك يا باشمهندس. فهي لا، كانت رالي كانت مرحله يعني او فتره في حياتي. مرحله ان انت متدرب فيها، هي دي اللي بنتكلم عنها، ان مرحله انت المتدرب دي. لان انت كملت بعد كده وبقيت من عناصر نجاح رالي في تدريب وتخريج الجيل اللي احنا بنحلم بيه. فاصل جميل جدا. طيب تسمع عن بنجلور؟ اسمع عن بنجلور. بنجلور. طيب بتعمل ايه بنجلور دي؟ بيبيعوا ايه؟ بيبيعوا اي تي. بيبيعوا اي تي. طب كلمني بقى، تعرف عنها ايه وايه الفكره يعني؟ بنجلور كانت جزء من حضرتك، كان سيشن حضرتك اتكلمت فيها ان هو عباره عن مدينه في الهند. هي منبع الاي تي بالنسبه للشركات، او منبع الموظفين الاي تي بالنسبه للشركات. كانت بالنسبه لحضرتك قلت ان هي كانت قريه، وقرروا ان هم واحد هي فيها مدينه. واحد قرر فيها ان هو هيعلم كل الناس او اغلب الناس اي تي. صح. وبداوا فعلا، وزي ما حضرتك قلت المثال المشهور، ممكن يكونوا بيشتروا عيش 3 جنب بعض، 2 شغالين ويب بالظبط. ديفلوبمنت مثلا. بالظبط كده. فكان الفكره منها ان هي اي حد يقدر ان هو يتعلم لو لقى الطريق الصح. صح. ونقدر نحول منطقه، مش منطقه صغيره، منطقه كبيره زي مدينه زي بنجلور، ان هي كلها يكونوا مهتمين بحاجه هم نفسهم حاسين ان هم عايشين، هي دي عيشتهم، اكل عيشهم. بالظبط كده. اكل عيشهم يعني. ويتميز. الاي تي بالنسبه لناس كتيره قوي هو متعه وفي الاول، وبعضهم بيقدر يكسب منه فلوس، لكن مش الكل بيكسب منه فلوس. فتخيل بقى انك تحول مدينه كامله كل اللي فيها بيحبوا الاي تي وبيشتغلوا اي تي وبيكسبوا من اي تي. ده اللي هم انت طبعا عارف نموذج دمياط على سبيل المثال. دمياط بلد الاساس في مصر ويمكن في العالم العربي يعني مشهوره. ايوه. اي حد بيفتح محل اساس في دمياط بيكسب. طب ازاي يعني؟ والزحمه الموجوده هناك؟ لا، هي خلاص خدت السمعه دي وما جاتش في يوم وليله. يعني دمياط عشان تاخد فكره انها تبقى مركز الاساس في مصر على الاقل، دي خدت وقت، صح كده؟ فلما كونك تحول منطقه جغرافيه في العالم انها تبقى مركز الاي تي، وجهه الاي تي في العالم كله، بنجلور دلوقتي هي وجهه اي حد عاوز شركه تشتغل معاه ريموت، تشتغل معاه عن بعد، صح كده؟ ايه الفكره؟ صح. انا واثق من كميه الريسورس البشريه اللي بتتقن الحاجه الفلانيه عليها في بنجلور، صح؟ طيب انت ايه فكرتك ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده على الاقل في المحيط بتاعنا؟
هو انا بعد ما كنت الصراحه كان بالنسبه لي مجال الاي تي كنت حاسس ان هو مش لاي حد، ومحتاج حاجات معينه في الشخص. بعد ما بدات مع رالي اتحولت نظرتي ان اي حد يقدر ان هو يكون موجود في الاي تي، لان كل الناس عندها اختلاف بسيط، لكن الاختلاف ده هيفيده في الاي تي. بمعنى ممكن حد يكون بيركز على التفاصيل، ده هينفع سكيورتي. ممكن حد يكون بيركز مثلا كمجمل، فده ممكن مثلا ينفع ان هو يكون تيستر، ان هو يراجع كل الكلام، صح. وهكذا. ان كل حد عنده ميزه تخصصات شخصيه. كتير. بالظبط، التخصصات كترت جدا والريسورسز موجوده، بس هي الفكره ان في ناس بتكسل، في ناس مش مهتمه. لكن فكره تحول منطقه لان هي تكون منبع حاجه معينه خاصه بالاي تي، لا انا شايف ان هي ممكنه جدا. بالعكس، هي حاليا اسهل من زمان بكتير. انا زمان كنت مضطر اعمل ايه؟ اشوف مكان ابدا اعمل له اعلانات فيزيكلي، مش يعني ابدا الم الناس وهكذا. صح. لكن حاليا السوشيال ميديا والانترنت انا اقدر ان انا ابدا اجذب الناس. في ناس بتكون انا نفسي اتعلم اي تي، بس هو نفسه يتعلم اي تي قاعد بيقلب على الفيسبوك. في ناس في محافظات بعيده مش هيتوفر لها فرصه التعلم فيس تو فيس. بالظبط. فانت لو هو دخل في الحلم دوت وامن بيه، هيبقى منه وهيكسب منه وهو قاعد في بلده، ايا كان هو في ايا كان مكانه في العالم، مش بس في مصر يعني. احنا بنتكلم على الاقل عن مصر دلوقتي. بالظبط. تمام. فهي زي ما كنت بقول ممكن يكون نفسه، بس هو بيقلب في الفيسبوك يظهر قدامه اعلان ان في شركه بتعمل او رالي بتبدا ان هي تعمل كورس. طب انا هخش اشوف ايه المميز عندهم. هيبدا يشوف طريقه تدريب مميزه، طريقه تدريب هو عايش اي تي. صح. هو مش مجرد متدرب. هو ده الفرق بين المتدرب واللي بيشتغل. زي ما حضرتك قلت، هو ده اكل عيشه. صح. هو هيكون عايش اكل عيشه، ما عدا ناقصه ان هو يكون عليه مدير بس كده هو مظبوط. بيعمل كل حاجه. يعني في الاتش ار هنقول ان هو المدرب، هو الاتش ار بتاعه، هو اللي بيراجعه وهكذا، او يعتبر هو السينيور اللي عليه لازم حد يكون فوق دماغه عشان يشتغل يعني بالظبط. في النهايه. لكن هو كل اللي هيكون ناقصه ان يكون في مدير بيراجع وراه بس. بالظبط هو كده. بيعيش البيئه نفسها. انا بحطه في تاسكات صعبه وبكون عارف، يعني مثلا ممكن ادي الشخص تاسك انا عارف ان الاصدار ده مش هيناسب مثلا مع الاوبريتنج سيستم ده، بس انا بديله التاسك. بشوف الشخص ده عنده منتاليتي ان هو انت هتدور هتعرف ان في هنا غلط، ولا هيجي لك الغلط هتيجي تقول لي في غلط. انت عاوز تخرج حد شاطر في الحته بتاعتك اللي انت بتتقنها، علشان الحد الشاطر ده مع حد شاطر تاني مع 2 شطار، لو عملنا 5 6 شطار في مكان ما، احنا بدأنا نعمل بذرة بنجلور دي، بالظبط. بدأنا نعملها. بالظبط. المشكلة دلوقتي انك لما بتسأل عن حد شاطر في مجال معين، بتلاقي في المدينة الواحدة 1 أو 2 شطار، 3 شطار، مظبوط. لكن مش هتلاقي العدد اللي يقدر نعتمد عليه في البناء ده، ان احنا يا جماعة كتير جدا شطار في الحاجة الفلانية، ده محتاج مننا وقت ومجهود. مظبوط. طيب انت شايف نفسك ممكن، رغم انك يعتبر في بداية الطريق، انت مش مخلص من زمان، بس انت رحلتك كويسه، رحله نموذج ممكن يقتدي بيه شباب كتير جدا. انت نقدر نقول كيس موجود زيها كتير، حد مش متخصص في الدراسه بتاعته، بس كان عاشق لمجال الاي تي، او في لحظه من اللحظات عاشق مجال الاي تي، واشتغل على نفسه وقرر يحدد هدفه بدري في ثالثه جامعه. في ناس بتقعد بعد ما بتخلص الدراسه بتاعتها سنه واثنين وثلاثه على ما يبدا يحدد هو اصلا حابب ايه او رايح فين. مظبوط. انت اختصرت 4 5 سنين، ودي حاجه مميزه جدا فيك، وكملت في هدفك. في ناس بتبدا بدري كويس بس ما بيستمرش، ممكن يغير مصيره النهارده هنا، شهرين هنا، فيبقى عنده فكره الثقافه، انه مثقف في حتت كتيره في الاي تي، لكن مش شاطر في حاجه، مش متخصص في حاجه، لا يعتمد عليه في حاجه. مظبوط. فانت كسرت الحته ديت، وكونك ما بعد دراستك وخلصت دراستك اللي هي بالنسبه للاي تي، قررت تساهم في تخريج الجيل ده. انت مؤمن بالموضوع ده، انت الموضوع بالنسبه لك مش مجرد اكل عيش بس او وظيفه فقط، انت مؤمن بده. انت شايف ان انت فعلا بتبقى مبسوط لما تكون مساهم في تخريج جيل عندهم القدره على كسب العيش من مهنه الاي تي؟ انا كنت في يوم من الايام بتمنى ان يكون في حد قادر ان هو يفهمني ويكون عايش الوضع اللي انا عايشه، ان انا نفسي بس قاعد بجرب واحاول وادور ومش لاقي. فهي فكره ان انا قادر ان انا اساهم ان احل كيس انا كنت فيها زمان. بالعكس، هو ده اللي محمسني ان انا اكون انستراكتور. انا قادر، انا حاسس بالمتدرب ده لان انا كنت مكانه. فكره التوهان هي فكره موجوده ولازم تكون موجوده، لازم اتوه واجرب عشان اقدر ان انا اقرر. زي ما حضرتك قلت، القرار بدري هو اللي بيفرق هنا. في ناس بتبدا تجرب بعد ما تتخرج. انا هبدا اشوف الاي تي ده بيعمل ايه. طب انت هتشوف الاي تي دلوقتي بعد ما تتخرج؟ هو
مش هتقضي سنه واتنين مش وثلاثه. انا مش بحطم طبعا، هو ممكن يكون حد شاطر جدا بعد ما يعمل ده، بس لو جربنا بدري شويه هتفرق كتير في الاتجاه. حتى انا لو كنت بدات في اولى جامعه غير لما ابدا في تانية غير لما بدات في ثالثه، صح. كنت ممكن اوصل للمرحله دي وانا في رابعه، وكانت هتفرق معايا كتير. فالطريق لمجال ان انا ادرب حد، بالعكس ده يعتبر انا بحل حاجه انا كان نفسي حد يعملها بالنسبه لي، مساهمه كمان في الجيل، وان انا بساهم ان في ناس تطلع فاهمه كويس قوي وعارفه، وانا عارف ان الشخص ده هو طالع هيفيد، مش طالع لسه هيجرب، لا هو اوريدي لو اتحط في مكان معين بالحاجات البسيطه البدائيه اللي بتكون في البدايه، لا هو هيكون كويس. هو لان هو واخد ايه، زي ما قلنا هو متعلم الاساسيات كلها، هو اتاسس صح. انت بتساهم في تاسيس جيل متميز، مش بالعدد، بالظبط بالجوده. بالظبط انت لو خرجت واحد بس، خمسه، احسن ما تخرج 100 او 200 كلهم مش تمام، مش كواليفايد. انت عايز تخلق ناس متميزين. بالظبط. نصيحتي ليك ان انت تكمل زي ما انت في التميز بتاعك، سواء في الداتابيز ادمنستريشن وتفهمها كويس، عشان ده انت ناوي تكمل في ده وانت حابب ده. حته الانستراكتور اشتغل فيها على نفسك دايما، دايما درب، دايما درب، ما تقفش وتبطل شهر او شهرين لو انشغلت في اي حاجه تانية. دايما درب، حتى لو هتدرب فري، بس عشان تفضل ممارس للمهنه بشكل مستمر، وده هيثقل موهبتك. في يوم من الايام انا اتصور ان منتصر ممكن يكون ليه موجود عدد في السوق 100 واحد 200 واحد بيشكروه على لينكد ان على سبيل المثال، ان هو ساهم في انه وفر لهم فرصه عمل، او ان هو حطهم على الطريق السليم بالطريقه اللي بنتكلم بيها. زي ما اتفقنا، مش بنتكلم عن عدد في الليمون زي ما بنقول، لا احنا بنتكلم عن جوده، عدد كبير جدا. انا بشجعك وبحييك جدا، وشايف ان انت من احد الناس اللي في اقل من سنتين، بنتكلم في 2025 دلوقتي، في اقل من سنتين هتكون عالم في الحته اللي انت شغال فيها وشاطر فيها لو كملت على هذا المنوال. عاوز نصيحتك في دقيقه كده للشباب اللي عاشوا او عايشين جزء من قصتك، يعملوا ايه دلوقتي حالا علشان يوصلوا ويبقوا حد شاطر زي منتصر. فكرة ان هو يعمل ايه، هو اهم حاجة يعملها ان هو يجرب. ما ينفعش ان انا اقول انا عايز اتعلم فرونت اند مثلا، هنقول اشهر حاجة. طب انت عارف الفرونت اند ايه متطلباته في السوق؟ ممكن ما يكونش اصلا بص على حاجة زي كده. طب انت عارف الفرونت اند ده بيتعلم ايه؟ ممكن ما يكونش بص على حاجة زي كده، هو سمع ان في حاجة اسمها فرونت اند. طب هل الاي تي عبارة عن فرونت اند؟ لا، اي تي بحر. برمجه بس. بالظبط، هو مش برمجة بس، هو الاي تي مجال كبير جدا. انت شوف، دايما هيكون في حاجه في حياتك قريبه لحاجه من الاي تي، يعني دايما انت هتكون بتعمل حاجه قريبه للاي تي، انت ممكن ما تكونش عارفها، ده طبيعي، بس جرب. انا هتعلم برمجه، اشوف البرمجه دي بتعمل ايه، مطلوب فيها 1 2 3، السوق متطلباته كذا، انا موجود فيا المميزات دي، هقدر ان انا اعملها تمام. مش هقدر، اجرب اللي بعده، اجرب اللي بعده، اجرب اللي بعده، لحد ما اوصل لمرحله انا متاكد ان اللي انا بعمله ده هو ده اللي انا هكسب منه وهحترفه، هبقى بالظبط، محترف في كل اللي الايام، انا قادر ان انا احترفه، واللي انا حاسس ان هو قريب مني، وان انا هبقى حد شاطر فيه، مش هبقى بالظبط. شخص عادي. فكره ان هو قريب مني، لو هو الحاجه اللي انا بعملها قريبه مني، انا هكون حد شاطر، ده طبيعي، مش محتاج حتى مني، او هحتاج طبعا مجهود، بس مش هحتاج نفس المجهود. ان انا سمعت ان في حاجه اسمها اي تي بيتعلموا فيها حاجه اسمه اي حاجه، يعني بيتعلموا فيها حاجه اسمه فرونت اند. وبعدين انت عارف ايه الفرونت اند؟ طب عارف صح. ايه اللغات؟ طب عارف انت اللغات دلوقتي، زمان كنت ممكن تتعلم HTML وتشتغل، هل انت دلوقتي هتتعلم HTML وتشتغل؟ لا. فهي صح. دي الفكره، تجرب، شوف، حسيت ان انت تمام كمل، ما حسيتش امشي غير. ما تستناش لحد الاخر وتقول هستنى واشوف، لا، انت خلاص انت وصلت للزيتون، عرفت الفرونت اند، خلاص اتعلمت HTML، انت حاسس ان انت هتكمل، ولا انت حاسس ان انت لازم تغير تروح لمكان انت حاسه؟ انت عارف منتصر، انا اقول حاجه يعني شهاده حق ليك يعني، دليل الشطاره، ويمكن اللي هيسمعونا هيعرفوا ده، ان انت يعتبر الحاجه اللي شاطر فيها هي اداره قواعد البيانات، وانا متاكد من ده. بس في تحدي طبعا عشان الكليه، ولسه الفرص اللي هي الحقيقيه اللي تخليك تشتغل كمدير قواعد بيانات ما جاتش حتى الان. لكن انا احب اشيد بادارتك للبوستات اللي بنحطها على لينكد ان، زي المهمه الممكنه واحمد نجيب وال40 محترف. انت شريك في الافكار وفي التنفيذ، رغم ان ديت انت مش اشطر حاجه عندك،
بس الكرياتيفيتي الموجوده في البوستات دي اللي الناس كلها بتشيد بيها على لينكد ان، انت شريك فيها. فده دليل انك دي يعني الحاجه دي المهاره اللي انت نمره 2 فيها عندك، انت مش احسن حاجه فيها. فلو اخدت الفرصه ان انت تبقى داتابيز ادمنستريتور انت هتبدع، لان ده بقى شغفك اصلا، انت محدده من سنتين وانت واصل له دلوقتي از انستراكتور كمدرب، انت ناجح فيه جدا. لكن انا متاكد تماما ان انت هتفضل ناجح كانستراكتور، وهتبقى ناجح ان شاء الله كمدير قواعد بيانات. ان شاء انا الله. بشكرك جدا يا منتصر، شكرا لك يا هندسة. وانت حد شاطر، وان شاء الله في المستقبل هتبقى حد شاطر جدا، وانا مبسوط اني كنت معاك النهارده. انا مبسوط اكتر يا هندسة. الله شكرا يخليك. شكرا يا شكراً منتصر لحضرتك. حبيبي، شكرا يا منتصر.